هنمسك الفرخة بتاعتنا وهنبتدي نحشي تحت الجلد. خلاص الصينية بتاعتنا خلصت، هنقطع بقى كده، مش مستحمل. وبالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع نونا. النهاردة هعمل معاكم صينية فراخ بالخضار، بس جميلة قوي، طريقة جديدة وحلوة قوي بجد يعني لو جربتيها. معانا بقى جزر، بطاطس، بصل، طماطم، فلفل كوبي، وقرن فلفل حامي. تمام. هنخرط المكونات دي كلها ونحطها في القالب بتاعنا. خلاص يا جماعة كده قطعنا الخضار بتاعنا كله. هنجيب بقى البهارات. عندنا ملح وبابريكا وكزبرة وقرفة وبهارات فراخ وجنزبيل اهو. هنديهم بقى تقليبه كده كلهم مع بعضهم. بصوا التتبيله بقت جميله ازاي. هنجيب بقى الفرخه بتاعتنا، وادي يا جماعه الفرخه بتاعتنا بعد ما غسلناها بالملح والخل، غسلناها غسله كويسه. هنجيبها كده بقى من الظهر، هنفتحها من الظهر. انا ما بحبش اشيل الحته بتاعت الظهر العظمه، فانا هفتحها كده اهي. بصوا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الفرخه بتاعتنا فتحناها اهي من الظهر. تمام كده. هنجيب بقى التتبيله بتاعتنا عباره عن ايه. بصوا بقى، عندنا ايه بقى هنا. عندنا كزبره وملح وبهارات فراخ، وعندنا شويه شطه. هنحط عليهم مكعب زبده اهو، مكعب زبده عليهم. قلبناها تقليبه كده كويسه. بصوا بقى، هنمسك الفرخه بتاعتنا وهنبتدي نحشي تحت الجلد اهو. ادي الخلطه بتاعتنا وتحت الجلد بقى عشان الفرخه تشرب منها اهو كده. نحشيها كده كويس تحت الجلد. ندخل كده اهي على الصدر وعلى الوراك المكعب الزبده اللي حطيناه، هيديها طعم حلو قوي للفراخ. انا بحب كده احط عليها زبده اهو. لو حد ما عندوش زبده معلقه سمن، معلقتين سمن برضو هتبقى جميله كده. حشيناها كلها بالحشوه بتاعتنا. هنجيب بقى الخضار بتاعنا اهو، هنحط عليه الفرخه. تمام. ادي الفرخه بتاعتنا بالتتبيله الجميله اللي حطيناها فيها، بجد هتبقى جميله. هنجيب كوبايه ميه اهي، هنحطها على الخضار ده برضو، نساعدها في مع تنزيل الميه بتاعتها. وهنحط عليها رشه زيت ذره بقى، زيت عباد الشمس، براحتكم زي ما انتوا عايزين اهي. هنسيبها، هندخلها الفرن وهنسيبها شويه بقى لغايه بقى ما تنزل ميتها وتستوي وتبقى تمام، وارجع تاني واوريها لكم. بصوا يا جماعه، ادي الصينيه بتاعتنا، احنا غطيناها بالورق الفويل قبل ما ندخلها الفرن، وهي بعد ما طلعت من الفرن. بصوا كده اهي اهي. هنفتحها بقى كده بالسكينه كده، فتحات كده بسيطه اهو كده. بصوا بقى يا جماعه، جبنا معلقه صلصه خففناها بنقطه شوربه، وحطينا عليها شويه ملح وشويه كزبره. انا بحب قوي الكزبره، هتلاقوني بحط كزبره كتير قوي على الفراخ بالذات يعني. حطينا لها برضو شويه توم اهو، لمع بقى بيها الوش كده عشان هندخلها الفرن. بس كده هدخلها الفرن وتتحمر بقى وارجع لكم تاني. وكده خلاص الصينيه بتاعتنا خلصت. هنقطع بقى كده. بصوا مش مستحمل ورك الفرخه اهو. بسم الله ما شاء الله اهو.
شويه بقى خضار من بتوعنا الحلوين دول. وبالهنا والشفا. وكده خلصنا معاكم صينيه الفراخ بالخضار. يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش اشتراك في القناه وتدوني لايك حلو من عندكم. سلام.